والمستقبل لن يقبل منا جميعا إلا هذه الخصال وهذه التضحيات، وسنكون بشكل جماعي حاضرين لاتخاذ كل القرارات في الوقت المناسب وفي مقدمتها. وهذا شيء مع الأسف من الأمور التي أفسدت نسبيا فرحتنا وتوهج الجماهير، هي التلاعبات البخيسة واليئيسة والتي تتصف بالبؤس وبالجشع، التي كان أبطالها مجموعة من المحسوبين على كرة القدم. اللي عرفتها المسألة نتاع التذاكر، وهنا لا بد أن أوضح بأن الإشكال نتاع التذاكر إشكال عرفناه مع مرور المباريات، خصوصا مع المباراة نتاع اسبانيا، حيث أننا الجماهير المغربية بطبيعة الحال أولا ما كانتش كتنتظر هذه النتائج ولم تكن تتوقعها، وبالتالي الاستعداد لها ما كانش بالشكل المطلوب. والمسألة الثانية هو أن التذاكر نتاع المونديال تباعت 6 شهور قبل بداية الحدث، وكتعرفوا كلكم على أن من بين العوامل النجاح هي العدد تاع التذاكر اللي تم البيع نتاعها، وبالتالي فالإخوان في قطر بطبيعة الحال كانوا في دورهم أنهم اقتنوا العدد الأكبر من التذاكر، وكان لازم أننا نلقاو حلول، وبذلنا مجهودات جبارة بين المباريات في ظرف ما كانش كيتجاوز 48 ساعة، بالتنسيق مع الفيفا وبالتنسيق مع السلطات القطرية، باش نوفروا التذاكر لأكبر عدد من الجماهير المغربية التي تستحق هذا الجهد وتستحق هذه التضحية، لأن تضحياتها كانت أكبر. هي انتقلت من المغرب وجات من مختلف ربوع العالم باش تشجع الفريق الوطني، وبالتالي فالبؤساء المحسوبين على كرة القدم الذين استغلوا هذا الحدث كيفما كان شأنهم وكيفما كان منصبهم وكيفما كانت مسؤوليتهم، لن أتوانى شخصيا وأنتم معكم في اتخاذ كل الإجراءات الصارمة في حقهم في أقرب الأوقات. وفي هذا المجال الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم توصلت بمختلف التقارير نتاع السلطات المكلفة بالأمر، واليوم أنا عندي مجموعة من التقارير في هذا الشأن. غادي نكون واحد اللجنة إلا كنتم متفقين اللي فيها السادة القضاة نتاعنا اللي كيترأسوا اللجان القانونية، وفي ظرف واحد 10 الأيام غيطلعوا على التقارير وغيجريو التحريات نتاعهم اللازمة، وكل من ثبت في حقه تلاعب بأي شكل من الأشكال في التذاكر نتاع المباريات لن يجد بعد 10 من يناير إن شاء الله مكانا ولا مجالا في كرة القدم، لا من الأقسام تاع الهواة نتاعو إلى أعلى المستويات. معناه سيكون مصيره الطرد النهائي من عالم كرة القدم إن لم تحل هذه الملفات على الأجهزة القضائية التي لها اختصاص في الموضوع. دونك كان لازم أننا ندير هذا الشيء في التقديم باش نرفع كل لبس على هذه الأعمال المشينة مع الأسف والتصرفات اللا إنسانية اللي قاموا بها بعض الأشخاص اللي ما عرفتش أنا كيف كان المنطق ولا تصورهم في وقت اللي كنا كنعالجوا فيه في ظروف صعبة للغاية،
العلاقات مع الفيفا ولا مع السلطات القطرية باش نوفروا أكبر عدد من التذاكر، كما قلت، لإتاحة الفرصة لجماهير غفيرة وعريضة تحب بلدها وتحب وطنها وتحب فريقها، وما درت حتى شي ذنب إلا أنها قطعت 7000 كيلومتر باش تحضر لمساندة الفريق الوطني.